يا صباح الفل والورد على أعزائي المستمعين في كل مكان. معاكم أروى متولي في بودكاست حياة الروح. في حياة الروح هنتكلم عن حاجات كتير تمس روحنا، بداية من إزاي نقدر نفرق بين الروح والنفس والجسد، وكيفية تواصل الروح مع الجسد والإدراك الحسي المعرفي، مروراً على دورنا الحقيقي في الحياة، وإزاي نوصل للزهد والشفافية والبناء السليم للروح والجسد عشان نقدر نحقق دورنا على أكمل وجه. وهنتكلم برضو عن المشاعر ودورها الكبير المؤثر في جسمنا والمحيط اللي احنا عايشين فيه، واللي أنا بعتبرها غذاء الروح. فلو غذيت روحك بأفكار إيجابية اتحولت بدورها المشاعر، وبتغذية الروح بمشاعر إيجابية من حب وسعادة ورضا، انت كده بتعين جسمك انه يكون في أحسن حالاته. أكيد هنتكلم عن آخر محطة للجسد وأكبر حقيقة في حياتنا، وهي الموت، وإزاي ممكن الخسارة الحقيقية في حياتنا يتولد منها حياة جديدة كلها أمل ووضوح، مبنية على حقيقة ثابتة ونور بصيرة. الحقيقة الكلام ممكن ما يكونش واضح قوي، بس في حياة الروح هنتكلم عن كل ما يمس الروح بالتفصيل، وكل ما يعيد إشراقة الحياة لأرواحنا من جديد بعد احتلال الأجهزة الإلكترونية والسوشيال ميديا على حياتنا وأرواحنا، لدرجة إن بقى فيه الكتير مننا زي الإنسان الآلي، جسد متحرك بلا روح. هنا أقصد بالروح الشغف والحب والدفى، الإحساس بالآخر والاستمتاع بالحياة. فأصبحنا متوحدين مع أجهزتنا وشاشاتنا، ومشاعرنا اللي هي أكبر نعمة ربنا ميزنا بيها بقت مشاعر متجمدة أو سلبية. مستعدين لحياة الروح؟ بينا نرجع الحياة لأرواحنا وحياتنا من تاني، بينا نعيش. وخليكوا فاكرين، بكلمة واحدة من القلب ممكن تغير حياة ناس كتير. فاختاروا كلامكم بتأني، كلمة واحدة تغير حياة إنسان، يا إما بالسلب يا إما بالإيجاب. استنوني كل يوم اثنين وخميس. كانت معاكم أروى متولي في بودكاست حياة الروح.